ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يا جماعة حلقتنا مش بتعدي. النهارده لازم تعملوا سبسكرايب حالا عشان حلقتنا بنتكلم عن المنتخب مصر. طبعا يا جماعة حلقتنا بنتكلم النهارده، حلقتنا هادية جدا، وحلقتنا النهارده متواضعة النهارده على قناة الأهلي. والحلقة دي يا جماعة بنتكلم على منتخب مصر ومنتخب الناشئين. يا عم أعرفك المنتخب التاني والمنتخب الأول. تعالى ونعرفك كل التفاصيل مع قناة عمر الأهلي. دلوقتي يا جماعة عشان أفهمك أول معلومة على قناة عمر الأهلي، أنت لازم تنزل تعمل لايك سبسكرايب وتشرب كوباية القهوة بتاعتك وتمزج، وتعالى يا عم اتفرج على حلقتي. حلقتي النهاردة متوضعة، وحلقتي النهاردة مفيهاش حل. النهاردة من حكاية عمر الأهلي. عمر الأهلي مستنيكم. النهاردة يا جماعة حلقتنا مش متوضعة كتير. النهاردة هنتكلم على محمد صلاح، وهنتكلم على محمد الشناوي، وهنتكلم على محمد النني، وعلى عمر مرموش، هنتكلم على عمرو السولية، وهنتكلم على رامي ربيعه، وهنتكلم على اللعيبه كلها، والراس الدفاع وراس كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب، في الاول المنتخب الاول المنتخب الثاني اللي نتكلم عنهم النهارده الاثنين في اول حلقه. وباول حلقه متوضعه قصه جميله جدا وجميله جدا وتحفه قعدت معايا. النهارده يا جماعه حلقتنا هتضحك شويه، هتضحك من كلامي، وانا عارف. والنهارده حلقتنا النهارده لازم نعمل سبسكرايب. اهم حاجه عندنا السبسكرايب. السبسكرايب لازم ينزل حالا. يلا اكتب تحت كومنت ونشر على طول عشان نعرف ننزل نعمل كومنت، ونعرف ننزل نعمل اشتراك ولايك. وصلنا رقم الألف. يا عم هوريك أعرفك كل حاجة، أعرفك كل حاجة في تفاصيلها. النهاردة حلقتنا ما فيهاش حل. النهاردة قعدنا دقيقتين ولازم نكمل الحلقة. يا جماعة محمد صلاح، طبعا محمد صلاح عمل مباراة جامدة جدا قدام اللهم انصرنا. اللهم قوي من في عزيمتنا. اللهم بوركينا هب لنا من فاسو، لدنك. طبعا قدام بوركينا فاسو. محمد صلاح، احنا قدام منتخب مصر وبوركينا فاسو تعادلنا 0-0، وحتى لما لعبنا مع قدام المنتخب التاني منتخب مصر ومنتخب تونس لعبوا مع بعض منتخب كسب 2-0. ازاي تقارن بالمنتخب المصري الطول وتقارن بالمنتخب المصري الاول؟ ازاي تدخل الرقمين مع بعض وتدخل الرقم طوبة هو الرقم الواحد؟ ازاي اللي يصعد كأس العالم المنتخب الثاني والمنتخب الأول في 90% صعد لكأس العالم؟ انت ازاي تتخيل؟ منتخبنا الوطني كسب ماتشين، واحنا كسبنا ماتش وبقى ماتش وتعادلنا فيه. يعني احنا فاضل لنا ماتش واحد ونبقى كده واصلين لكأس العالم، وفاضل لنا ماتش يا جماعة ونطلع المجموعة، وفاضل لنا. يا ريت تعمل سبسكرايب. احنا لازم نكسب كتير، لازم يبقى عندنا شجاع لمنتخب مصر، ولازم نقف جنب منتخبنا. اهم حاجه عندنا المنتخب بتاعنا، اهم عندنا تشجيع والمباراه. عايزين نعمل حاجه كبيره مع كابتن حسام حسن النهارده يا جماعه. لازم ما نسكتش على الكلام ده، لازم نشجع منتخبنا. ولازم النهارده يا جماعه منتخبنا عايز وراه تشجيع كبير لكاس العالم. النهارده يا جماعه لازم نعمل حاجات قويه في تفاصيلات جميله جدا النهارده. النهارده يا جماعه سمعنا الخبر للاعيبه المنتخب التاني هيلعب اخر ماتش لينا كده الصعد لكاس العالم، واحنا كمان فاضل لنا ماتش واحد ونصعد لكاس العالم. خلاص فرجت من عند ربنا. بقالنا 5 سنين ولا 3 سنين ما صعدناش لكاس العالم. يا عم حرام عليك، لازم نبدا لكاس العالم، ولازم نخش المشوار، ولازم نوصل للي احنا عايزينه، ولازم نعمل كل حاجه اللي احنا عاملينها. يلا بينا انزل اعمل لك سبسكرايب، ويلا قلتش لايك وقلتش تعليق ونشر على طول عشان قناه عمر الاهلي وعائله عمر الاهلي تعرف توصل تفاصيل. النهارده حلقتنا ما فيهاش تفاصيل، حلقتنا جامده جدا. حلقتنا النهارده نتكلم على نادي الاهلي ونادي الزمالك. النهارده نتكلم على 4 حلقات النهارده في موسم واحد. النهارده يا جماعه النادي الاهلي نزل تقرير رسمي ان مدرب الاجنبي خوسيرو بيرجانسي، اللي هو لاعب، اللي هو مدرب سويسرا، وطبعا من مدرسه سويسرا. وطبعا لسه قررنا لسه ما شفناهاش، بس ان شاء الله نتاكد 99% ان مدرب النادي الاهلي المصري على تعاقد الرسمي. وان شاء الله نجري في الموضوع ده عشان احنا محتاجين تدريبات ومحتاجين
ومتدربة عشان نوصل للي احنا داخلين على دوري ابطال افريقيا، وداخلين على الشامبيونز ليج، وداخلين على موسم صعب. لازم نكسب الموسم ده، لازم نكسب الموسم ده وننزل عصر جديد. لازم نعمل بطولات، مش عايزين نقعد زي الفراخ النايمين زي الزمالك. لازم نوصل اللي احنا عملناه ونعمل بطولات ونكسب ونوصل ل 160 بطولة. بأول نادي في العالم في تاريخ في كل العالم هيتكتب في عبر الكتاب. هو سيدنا ال 160، هو سيدنا ال 160. فاضل لنا 6 بطولات لازم ناخدهم. ناخد الدوري المصري، ناخد دوري ابطال افريقيا، ناخد كاس انتركونتيننت، ناخد 3 القارات، ناخد السوبر الافريقي، ناخد حتى السوبر المصري. عشان احنا معانا كام قاره، معانا كام قاره. والنهارده يا جماعه، يعني احنا النهارده مبسوط النهارده على حلقتنا النهارده دي مزاج 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 مزاج. احنا النهارده يعني بص، انت هتفرق كتير معاك، معاك كتير، هتقفل معاك كتير جدا جدا، وهتوصل معاك التوصيلات مع بعضها. انت وفهمت قناه عمر الاهلي، وحياة التاب الله، انت تشرب الماء الدم دي اقل من كوبايه واحده، اقل من كوبايه واحده. واقول لك خبر جميل جدا على قناه عم الدراما. قناه عم الدراما ان شاء الله باول فيديو ليها باعلان رسمي، وان شاء الله هنعمل البرومو بتاعنا الجديد في قناه عم الدراما. وان شاء الله مسلسل الكرة خلاص يا جماعه خلص. وطبعا ناس كتير عايزه مسلسل الكرة وعايزه ينزل وعايزين ينزل. بص، وهينزل في رمضان. المفاجأة الكبيرة كمان اللي هينزل منها 4 أجزاء كل أسبوع. لسه ما حددناش مع الشركة، عشان لسه الوقت ممكن نخليها 7 دقايق، نخليها 4 سنين، وخليناها 15 دقيقة، نخليها حوالي كام جزء في الأسبوع. يعني الصراحة إن النهاردة حلقتنا جامدة جدا، وشكرا لكم على قناة عمر الأهلي. وطبعا يا جماعة حلقتنا شكورة جدا، وتعملوا سبسكرايب. وبتحبوا قناة عمر الأهلي وتحبوا قنواتنا إحنا، يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب. يلا نقفل الإضاءات عشان عايزين ننام وننجز للحلقة الجديدة والبروم الجديد لعمر الدراما اللي هتعمله إن شاء الله ورب العالمين. وإن شاء الله يا جماعة ننزل نعمل سبسكرايب حالا لقناة عمر الأهلي. ان شاء الله نعمل لكم سبسكرايب حالا على قناه الاهلي، شركه المتحده وشركه عمر.